ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا نبدأ الملخص. الست بتقول لهم بعد مراجعة كل الظروف والمواد المقدمة انتوا الاتنين لا تصلحوا تكونوا وصي على جو. تاي وجين بيتصدموا، وجين بتقول لها ازاي يعني؟ احنا عيلته اصلا. قالت لها الفترة دي ممكن يكون الطفل بيمر بفترة غير مستقرة، وده بسبب غياب مامته وباباه، ومع غيابك في الشغل اللي بيهتم بيه ناس مختلفة ده بيخليه مش مستقر، والبيئة اللي معيشينه فيها دي مش بتديله الاستقرار اللي محتاجه. وكمان انا شفت ده بنفسي في المول، فما اقدرش اقول انكم مؤهلين اصلا. تاي قال لها احنا فعلا بنعمل كل اللي نقدر عليه، وكل اللي قلتيه ده احنا هنحاول على قد ما نقدر نخليه ما يتكررش تاني. ممكن تعيدي التفكير تاني؟ قالت له ده مش قراري في الاخر، ده القرار النهائي للمحكمة. وبيرجعوا زعلانين، وبيكون جو قاعد مع الجيران، وجين بتكون حزينة جدا بتستأذن منهم وتدخل البيت، وبيكونوا قلقانين عليها جدا، وبيسألوا تاي وقال لهم على موضوع الوصاية والمحكمة ده، وبيزعلوا عشانهم. وفي الوقت ده جين بتلم لعب جو وبترتب البيت، وبتفتكر كلام المحققة وهي بتقول لها انها تيجي بنفسها زيارة للبيت عشان تلقي نظرة على كل حاجة، وقالت لنفسها لسه عندي فرصة اغير فكرتهم وجو يفضل معايا. بعد كده تاي بيقابل جين في الشركة وبتعرفوا ميعاد الزيارة، واليوم ده بيكون عنده تصوير فيه، وبيكون متضايق انه مش هيعرف يكون موجود معاها، وبيقول لها انا اسف. قالت له مفيش حاجة تتأسف عليها، ده شغلك وانا كده كده هعرف اخد اجازة اليوم ده. وبيكون واضح على شكلها الحزن، فبيحاول يهون عليها الوضع ويضحكها. بعد كده جين بتروح تاخد جو من الحضانة، وبيروح لها جري حتى من غير ما يلبس الجزمة بتاعته، والمس بتقول لها جو بيحبك جدا، اول ما سمع اسمك في لحظة بقى هنا، وما ادانيش فرصة البسه الجزمة بتاعته اصلا. وجو بيكون فرحان جدا انها جايه تاخده. بعد كده في البيت جيم بترتب المكان عشان المحققه جايه زياره، وجو بيكون شكله داخل على دور برد. وتاي قال لها كان نفسي اكون معاكم النهارده وقت الزياره دي، بس للاسف عندي تصوير. جين قالت لتاي روح شغلك ما تقلقش عليا. قال لها طيب لو حصل اي حاجه كلميني، وبيمشي. بعد كده جيم بتلمس دماغ جو، حسته سخن شويه، فقاست حرارته لقيتها عاليه جدا، وبتدور على دواء للسخونيه بتلاقيه خلصان، فبتكلم جارتها تسالها لو عندها دواء للسخونيه بسرعه. لقتها بره البيت اصلا، وبتقفل معاها بتدور على دواء في علبة تانية. في الوقت ده باب الشقة كان مفتوح، وجو طلع بره ووقع من على السلم، ويشاء القدر ان المحققة تكون على السلم في الوقت ده. وجين بتسمع عياطه وبتجري بسرعة، بتلاقي المحققة شايلاه وجو متبهدل من الوقعة، وجين بتقول لها نروح بيه المستشفى الاول، والمحققة بتهزقها وبتبلغ الشرطة، وبتقول لها الطفل اتأذى دلوقتي، كمان الاهمال يعتبر اساءة للطفل برضه. وجين بتكون متوترة ومش عارفة تقول لها ايه، وجارتهم بتيجي وقالت للمحققة ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ما تعرفيش هي بتحب جو بتهتم بيه ازاي. والظابط قال لها الطفل هيتحط في حماية الطوارئ، وجارهم الرخم ده بيتدخل بيحاول يساعد جين. الظابط قال له لو ما سكتش هسجنك بتهمة إعاقة العدالة، والشرطة بتاخد جو وتمشي. وجين بتنهار. بعد كده تاي بيوصل متأخر، وبيعرف من الجيران اللي حصل، وبيروح لجين بسرعة، وبتكون بتعيط وبتلوم نفسها على اللي حصل، وشايفة ان كل محاولاتها مش كفاية للحفاظ على جو، وتاي بيحاول يهديها. وجارتها بتجيب لها فاكهة وبتاخد جين عندها، وبنعرف ان الشرطة اخدت جو هيقعد 72 ساعة مع عيلة حاضنة لحد ما يحققوا في الموضوع كويس، ويا اما قرار ابعاده يتلغي او يتمدد. ودو قال لها ما تقلقيش كده كده هيتلغي اصلا. وجارتها بتهون عليها وقالت لها انت بتمر بوقت صعب. قالت لها اكيد جو بيمر بوقت اصعب مني. اخدوه من البيت فجأة وقعدوه مع ناس ما يعرفهاش، وبتكون قلقانة عليه جدا، وبتقول لها كنت عايزة نكون عيلة فعلا، وجو يقدر يعتمد علينا، بس شكل كده مش عارفة أكون مكان مامته. وجارتها بتواسيها وبتقول لها العيلة مش شرط تكون برابط دم، انت قلقك عليه ده يأكد انك عيلته. انت تعرفي ان ده مش ابن اصلا، ده جوز بنتي، ولما بنتي ماتت جه يعيش معانا، ووقتها كنت بقول له انت مراتك ماتت قاعد هنا ليه، كنت بشتمه واضربه واطرده، وده لازق برضه عشان يكون جنبي ياخد باله مني، ومن وقتها وهو عيلتي حتى بعد ما بنتي ماتت. عشان كده انا بأكد لك ان انت عيلة جو فعلا، وكلي بقى عشان تفوق كده وترجعيه. بعد كده تاي وجين بياخدوا حاجات لجو يودوها للشرطة عشان يودوها لجو، وبتكون جين جايباله نوع حفاضات معين عشان بشرته حساسة، ودواء عشان كان عنده برد، ولبس، وكمان جايبه لعبته المفضله. والشرطه بتقول لها ما تقلقيش عليه. بعد كده في البيت تاي بيجهز اكل لجين، وبتقول له مش عايزه. قال لها لازم تاكلي عشان نقدر نعدي ده سوا. وبيقول لها انت فاكره يوم العزا لما قلت لك انا مش مؤهل ان اكون شخص مسؤول عن حد اصلا؟ قالت له فاكره، هي دي حاجه تتنسي؟ قال لها وقتها كنت متخيل ان انا كده فعلا، ما كنتش اعرف ان هقدر امنح حد الحب اللي يستحقه اصلا. لو ما كنتش دخلت حياتي ما كنتش اكتشفت ده في شخصيتي. على فكره انت قلت لي قبل كده ثق فيا لاني واثقه فيك، دلوقتي انا بقول لك ثقي فيا، انا متاكد انك كويسه كفايه عشان تكوني وصيه على جو.
واصلا ده طفلنا احنا ازاي ياخدوه كده؟ قالت له ايوه هنرجعه اصلا. وبيشوفوا الكرسي بتاعه بيكونوا مفتقدينه جدا، وتاي بيقول لها انا بقيت بحس بالوحده من غيرك انت وجو. وبيكون جايب حاجات لتجهيز المكان انه ما يكونش فيه اي خطوره على طفل، وكاميرات للبيت وكمان حاجز للباب. وبارك بيكلم جين عشان قلقان عليها وحكت له اللي حصل، وبيقول لها في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ قالت له لا شكرا، وبيقفل معاها بيكلم حد يساله على اجراءات فصل الطفل. وجين وتاي في البيت الجيران بيجوا يساعدوهم، وجارتهم دي وجوزها بييجوا وبتقول لها انها بحثت على جروبات الامهات وعرفت ان عشان ما يفصلوش عنها الطفل لازم يكون معاها دليل. وقالت لها انا معايا الدليل ده، وبيكون تسجيل مكالمة جين لما كان جو سخن شوية، وبيكون واضح فيه القلق على صوتها جدا. وجوزها بيدي لتاي الفلاشة اللي عليها الريكورد، وقالوا لها اكيد الدليل ده هيساعد ويوضح انه ما كانش اهمال لانه واضح عليك القلق. وجين بتشكرهم انهم بيحاولوا يساعدوها. بعدها بارك بيكون قاعد مع واحد صاحبه محامي، وبيكلموا عن موضوع جين، وصاحبه بيقول له الخالة دي شكلها بتحب الطفل قوي، واضح من شهادات الجيران. بارك قال له يعني كده هتاخد الطفل؟ قال له ايوه ما تقلقش، بس انت مهتم بالموضوع قوي كده ليه؟ هي حبيبتك؟ قال له لا دي حب الاول، وهي شخص كويس جدا عشان كده حبيت اساعد مش اكتر. بعد كده جو مع الست دي وبيعيط جامد جدا ومش عارفه تسكته ولا تتعامل معاه، وبتكلم الشرطه تعرفها وبتقول للمحققه ان جو بقاله ايام ما نامش ومش بيبطل عياط وبينادي دايما على عمه وخالته. بعد كده جيم في الشغل وبتشوف مكان بارك بتلاقيه مش موجود، وتفتكر لما كانت في مركز الشرطة ولقت فيه قدامها عريضة قدمها بارك عشان تدعمها تاخد جو، وكمان شهادات كل الجيران لصالحها، واللي جمع كل ده بارك. وبتسأل على بارك فين لأنها عايزة تشكره، وجيم بتجيلها مكالمة إن جو هيرجع لها البيت، وبتكون مش مصدقة نفسها من الفرحة. والمحققة بترجع لها الطفل في البيت وبتقول لها إنها هتكمل الزيارة اللي ما كملتش المرة اللي فاتت، وبتصور المكان وبتشوف عشان تتأكد إنه مناسب لطفل. وبتشوف صورة لجين وجو بتكون جين حبها ليه واضح جدا في نظرتها ليه، وبتفتكر لما كانت بتقرأ إفادة الميس بتاعت جو وإفادة الجيران، وبتشوف ألبوم الصور اللي تاي عامله لجو ومعاه جين، وبيكونوا الصور دي مكتوب تحتها عالمنا. وبتقول لجين جو بيحبك فعلا، وبتقول لها كفايه كده النهارده اشوفك في جلسه الاستماع، وبتمشي. بعد كده جين وتاي بيكونوا قاعدين جنب جو وهو نايم لانهم مشتاقين ليه جدا، وتاي قال لها ابننا مقاتل برضه ما استسلمش للوضع. قالت له ايوه، بتقول له انها تبقى تدخل تنام هي وجو في الاوضه بدل الصاله. قال لها اشمعنى؟ قالت له قرات ان مهم مكان النوم يختلف عن مكان اللعب عشان الطفل يعرف ينام كويس. وقالت انها في الاول ما كانتش مستحمله ده عشان لما بتفتكر اختها بتعيط، وكمان بتفتكر اللحظات اللي كانت بتعامل اختها فيها وحش، لكن كمان كل لحظاتها الحلوه واهتمامها عايشين جوايا. وتاي بيهون عليها. بعد كده في جلسه المحكمه الجيران كلهم بيكونوا واقفين بره متوترين ومستنين تاي وجين يخلصوا ويطلعوا من الجلسه. وفي الجلسه بيتحكم ان جين تكون الوصيه الرسميه على جو، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيطلعوا يحتفلوا مع الجيران. وتاي وجين بيشكروهم على وقفتهم جنبهم، قالوا لهم مفيش حاجه احنا عيله واحده. ودو بيقول لتاي يعني لو عايز تشكرنا قوي احنا فوتنا الغدا خلي بالك. وامه بتضربه، وتاي بيقول لهم تعالوا هعزمكم على الغدا. بعد كده تاي وجين في البيت وبياخدوا صورة عائلية مع بعض، وتاي بيكون جايب طبعة صور صغيرة كده وبيقول لها مش كنت اجيب الكاميرا بتاعتي احسن؟ لو الصورة طلعت وحشة دلوقتي الناس تقول عليا ايه؟ سمعتي هتبوظ. لكن الصورة بتطلع لطيفة وبيكونوا مبسوطين بيها جدا. بعد كده جين وتاي بيدخلوا ينظفوا الأوضة الرئيسية عشان جين وجو يبدأوا يناموا فيها. وجين بتشكر تاي على كل حاجة عملها علشانها، وبتقول له مجرد اني اشوفك هنا جنبي ده بيخليني مبسوطة. وبيشوفوا صورة اخواتهم مع جو، وتاي بيقول لها ايه رأيك ناخد صورة احنا التلاتة ونحطها جنبها هنا؟ وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وجو بيتفرج عليهم ومستمتع. بعد كده بارك هيكون هيتنقل لفرع الشركة اللي في امريكا، وبيقابل جين وبتشكره على اللي عمله عشانها، وعرفها انه هيروح امريكا كمان اسبوعين. وبيقول لها بقيت زميل قديم بس ما بقيتش مديرك خلاص. وبيكون مبسوط ان هيكون عنده فرصة يحضر عيد ميلاد جو الاسبوع الجاي ويجيب له هدية لطيفة. بعد كده جيم مع تايو بتقول له هنعمل ايه في عيد ميلاد جو؟ احنا ما كناش عاملين حسابنا الوقت جري فجأة. قال لا لازم نعمل له عيد ميلاد اسطوري، ده اول عيد ميلاد وانت الوصية الرسمية عليه، لازم نعمل احتفال كبير في مكان حلو مش في البيت. بعد كده تاي بيكون مع اصحابه وكيم بيقول له على مكان ممكن يحجزوه، وتاي بيفرح جدا. وسيونج قال له وانا هتولى تقديم الحفلة انا بحب كده. وبيتفقوا مع بعض الاجواء هتمشي ازاي في التنظيم اليوم ده. وفي الوقت ده جيم بتكون مع الجيران بتتكلم معاهم في الموضوع، بيتكلموا عن اكل الحفلة وبيقرروا يجهزوا هم الاكل عشان التكلفة. وكده كده جارتهم دي طبخها حلو، وابنها اللهبل ده بيجي مبسوط ان هما الاتنين لابسين نفس البنطلون وبيقول لها ماتشي ماتشي. وجوز جارتهم لما بيسمع ان في حفلة بيقول لهم حلو ده انا هغني فيها بقى.
على فكرة طول عمري نفسي أبقى مطرب مشهور. وجين بتروح مع جارتهم يجيبوا الطلبات، وتاي مع أصحابه بيشوفوا المكان، والهبل دول بيغنوا ويرقصوا عشان يتدربوا للحفلة، وتاي وجين بيجهزوا الأكل معاهم، وكلهم بيشاركوا وكل اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها. بعد كده تاي وجين بيروحوا القاعة، بيكون المكان جميل جدا، وجين بتقول له انت رتبت كل ده؟ قال لها ايوه، سونج جه قال لها ما حصلش، ده خلاني اعمل كل ده اصلا. وتاي بيعرفها على كيم، وجين اصحابها بيجوا، وكمان ايمي تشو جوزها بيجوا، وبتكون ايمي تشو جايبه لجو خاتم ذهب. ومو بيقول لتاي انت عارف الذهب غالي اليومين دول، شكلك مش هتعرف تغير شغلك فتره، وبيضحكوا سوا. وجارهم ده بيجي والاول مره يكون مسرح شعره من اول المسلسل. وبارك بيوصل وبيقول لتاي حبيت اسيب ذكرى لطيفه لجو قبل ما امشي، والتورته بيكون مكتوب عليها عالمنا. والسيونج بيقدم الحفله، وكلهم بيغنوا لجو سنه حلوه يا جميل، والمكان كله سعاده وفرحه. وكيم اخد لهم الصوره الاخيره الجميله دي، ودي اجمل صوره في المسلسل كله. وبيخلص المسلسل.